تفضل أستاذ، أعطينا كلمة حول هذا التنظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد العريبي إسماعيل، رئيس مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهني للولاية سيدي بلعباس. اليوم رحنا في صدد افتتاح أسبوع مفتوح على التكوين المهني، أمر جاء بمقتضى توصيات الوصاية على تدعيم عملية الإعلام والتحسيس والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة أو من طالبي التكوين، وذلك لاحتضان دورة تكوينية فبراير 2024 التي ككل عام تحظى بنصيب قليل من طلبة التكوين، وبالتالي هذه التعبئة تأتي في إطار استدراك ما فات الحملة الإعلامية التي قامت منذ 4 من جانفي 2024، وكآخر وسيلة لتحصيل العدد الذي قد برمج له ووفرت له وسائل الدعم البيداغوجي. هذه العملية سوف تبدأ اليوم لتنتهي يوم الأحد المقبل إن شاء الله، وسوف تليها أنشطة إعلامية تحسيسية محلية على مستوى كل مؤسسات التكوينية للولاية، بغية تحصيل أكبر عدد ممكن من الانخراط في عملية التكوين للشباب، شباب الولاية. كم حصلتوا على التلاميذ حاليا؟ إلى غاية الوقت هذا التسجيلات تبقى ضئيلة، وذلك لأن خصوصية الفترة، يعني فترة لا يخفى على الجميع أن هذه الفترة هي فترة تكميلية، يعني قد فاتها الدخول الرسمي تاع أكتوبر، وفبراير هي بمثابة يعني عجلة دعم لتحصيل أكبر عدد ممكن كما أقول من المسجلين. لحد الآن النسبة تفوق 40% من النسبة المرتقبة للدخول فبراير 2024. شكرا.